أنباء الشرق الأوسط. يعني إذا كانت النتائج الآن أستاذ شناوي تشير لهذه النسبة الكبيرة للإسلاميين، هل هذا كان متوقعا بأن يحصدوا أكثر من ذلك من المقاعد؟ هل هو إنجاز من الممكن أن نقول يعني للأحزاب الأخرى بأن لم يحصدوا هذه المقاعد؟ يعني كان أكثر من ذلك متوقع بأن يحصدوه كما يقول ويرى بعض المراقبين. هل من الممكن أن نعده إنجازا للأحزاب الأخرى؟ لا طبعا، يعني هو مسألة النسبة، يعني المتوقعة كانت في مرحلة واحدة. هناك مرحلتين سوف تجري فيهما الانتخابات في باقي محافظات مصر، ولكن الأحزاب الإسلامية بشكل عام، سواء من الإخوان المسلمين أو من السلفيين أو من الجماعات الإسلامية، يعني يستندون إلى قاعدة شعبية كبيرة دينية وليس سياسية. وللأسف الشديد الثقافة التصويتية لدى الشارع المصري لم تتطور بعد حتى تحكم على برنامج أو يعني منهج أو غير ذلك. هم يصوتون لمن يثقوا فيهم، كما كان يجري التصويت سابقا لأصحاب النفوذ في دوائرهم عائليا أو اقتصاديا. وبالتالي انقلبت الصورة، بدلا من التصويت للعائلة والقوة المال السياسي كما يسمى، أصبح التصويت الآن للرجال الذين يثق فيهم الشارع، لأنهم يتحدثون باسم شرع الله وليس غير ذلك. أما النسبة المتوقعة هي لن تزيد في تصوري الشخصي عن 40% مثلا للأحزاب الإسلامية، وهي نسبة كانت يعني تقريبا ماذا عن متوقعة من التيارات كل جهة. الأخرى؟ يعني إذا كانت هذه النسبة 40% أستاذ شناوي، يعني بعض المحللين توقعوا برلمانا مناصفة بين الليبراليين والإسلاميين. هل الأغلبية هنا ستكون للإخوان تحديدا أم لتيارات إسلامية أخرى؟ لا، هي سوف تنقسم بين الإخوان والتيارات الإسلامية الأخرى، ولكن الإخوان الأكثر طبعا. جميل. أتحول هذه المرة إليك دكتور عبد الحميد. يعني الإسلاميون الآن يبدو أنهم اكتسحوا. هل هم